من ضمن الحاجات التقيلة على النفس البشرية إن اللي بيحصل معاك ده حصل ليه أو إيه السبب أو آه، إيه الحكمة في اللي حصل معايا. طبعا كل اللي بيحصل لأي إنسان في الدنيا بيبقى خير ليه، ده حاجة من عند ربنا. وربنا دايما بيختار للإنسان الحاجة اللي في مصلحته واللي تخليه للأفضل دايما، ولكن بيكون في حكمة في الوقت اللي حصلت فيه ممكن أنت ما تكونش عارفها، ولكن فيما بعد بتكتشف ان انا ده الحمد لله، ده لو انا كنت مشيت في الطريق ده كان زماني كان حصل كذا، ولو مشيت في الحاجه دي. فبتبقى حاجه بتبقى صعبه على النفس في بدايه ما الموضوع يحصل معاك. في من ضمن القصص الجميله اللي هي بتحكي لنا آه، يعني حاجه زي كده بتحصل ليه او مثلا حاجه زي كده ايه السبب ليها. قصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر في سوره الكهف. قصه غريبه، يعني صعبه يعني. فبيقال إن هو سيدنا موسى كان سئل مين أعلم أهل الأرض، فقال أنا أعلم أهل الأرض، بما إنه هو نبي الله وبما إنه هو كليم الله، فقال يعني أنا أعلم أهل الأرض يعني. فربنا يعني قال له لا، يعني في حد أعلم منك في الأرض، ده عبد بقى من عبادنا، علمناه من لدنا، يعني إحنا بقى اللي معلمينه، وعنده علم من غير ما يتعرف إن هو ولا نبي، ومن غير ما يتعرف إن هو من غير ما حد ما يعرفه، ولكن عنده علم محدش تاني يعرفه. فمعنى كده ان ممكن كمان يكون في ناس تانية غير سيدنا الخضر كمان. فالمهم ان سيدنا موسى راح علشان خاطر يتعلم من سيدنا الخضر، وكان في علامات المفروض ان هو لما يعني يوصل عند سيدنا الخضر، العلامات ديت اللي هي هتوصله ليه. تمام. انا بقول يعني اختصار. فالمهم لما وصل لقى سيدنا الخضر، فقال له اني انا يعني الادب بتاع الانبياء. قال له يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ يعني انا ممكن ان انا ارافقك وتعلمني والكلام دوت. نبي وكليم الله. تخيل انت واحد بيكون ليه صاحب في هيئه معينه او في مكان معين او تلاقي ان هو بيمشي ارض تهدي ما عليك قدي. واحد مثلا يكون ليه علاقه بوزير، ليه علاقه بامير، ليه علاقه برئيس، تلاقيه ان هو ماشي. فتخيل دوت كليم الله، يعني بيكلم ملك الملوك بدون حجاب. فالتواضع بتاعه رهيب. يقول له يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ فما قالوش ان انت مش هينفع انك تتعلم، لا،